10 نقط يخلصوك من دهون البطن لو عملتهم كل يوم. اول حاجه النوم، لازم تنام من 7 ل 8 ساعات يوميا. تاني حاجه المشي من 20 ل 30 دقيقه كارديو كل يوم او مشي بتمد لمده 3 ايام في الاسبوع. بعد كده التمارين، وهنا تمارين لازم تكون تمارين مقاومه او تمارين باوزان زي الجيم او تمارين البند او بالدمبلز، اي حاجه تمشي بس المهم يكون مقاومه. رابع حاجه البروتين، لازم تزود كميه البروتين في اكلك وتقلل من الكربوهيدرات. بعد كده الميه، الناس كتيره بتنسى تشرب ميه، فلازم اقل شيء تشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. بعد كده الكافيين، وده هيزعل ناس كتيره مني، هنا الكافيين لازم تمنع الكافيين او تقلل الكافيين على قد ما تقدر، وما يبقاش قبل الفطار، يبقى بعد الفطار. بعد كده الشمس من احسن الحاجات اللي بتديك فيتامين د وبتخلي جسمك يزود الميتابوليزم والحرق كويس، انك تتعرض للشمس الصبح اول ما تصحى. بعد كده الاشخاص، ودي مهمه جدا، انك تهرب من الناس السلبيه وتبعد عنهم. السوشيال ميديا، ودي هتزعل ناس كتيره مني، كفايه طول النهار سكرول على الموبايل، ده هيبهدلك وبيخليك عندك تشتت عالي جدا. بعد كده التنفس، وهنا لازم تعمل تمارين تنفس، وانا مش عارف ازاي لحد دلوقتي في ناس ما بتعملش تمارين تنفس. احنا عاملين برامج كامله لتمارين التنفس مع برامج التغذيه والتمارين. لو عايز تشترك في برنامج كامل من برامج التغذيه والتمارين وتمارين التنفس، اكتب لي كلمه عاوز انضم في الكومنتات وابعت لك التفاصيل وطريقه الاشتراك.